什么时候我发送乌鸦鸟在山中国和到期的到城市我的房子。بسم المسيح الله بسم المسيح الله الحمد لله المسيح رب العالمين وأم الله مريم. ماذا يمثل؟ شنو كيمثلنا حنا النهار ديال الجمعة؟ نهار الجمعة شنو كيمثل المسيحيين؟ هو النهار اللي تصلب فيه با المسيح، النهار اللي تصلب فيه با المسيح. وشكون هذا اللي صلب با المسيح؟ اللي هو الله، صلب الله. اللي صلب الله هما اليهود المغضوب عليهم، مذكورين عندكم نتوما كمسلمين او مذكورين عندنا في الاناجيل وكلشي. هذوك المغضوب عليهم ولا يقتلوك هنا، ملعونين، بقاو من عاد وثمود ومن الجنود ديال الفرعون الاكبر. العلامه ديالهم اوتاد الفرعون او الطور، او الطور اي بقره بقرون طويله. لهذا في اسبانيا نحن نهجم على الطور من حين لاخر ونضربه كإشهار لإعلامكم بأن هذا الثور هو ذلك اليهودي الذي اصطاد نهار السبت، لصيد الحوت نهار السبت وما يرماش العلف للحوت، أو اللي ذبح البقرة. قال له جدي موسى ولد شاونين نوح في الصين لجبل التيبيت قبل 11,000 عام. موسى شين سميتو شين حورس أو السكين، رسول الله السكين، ولد الله تاهو. موسى جدي مول العصا ومول العين اليقين المرعبة، هو جدي الوزير الأول، أول وزير في الدنيا بعد يوسف، هاروني أو هارون، مذكورين عندنا في الأناجيل. هذاك موسى هو رسول الله، وتا هو بحال عيسى. حاولوا يصلبوه نفس ذاك الفئات ولاد الحرام اللي صلبوه. دابا حنا نهار الجمعة كنصومو، ما قصتش الماكلة دابا بالفقط، ما قصتش الماكلة كاع. والمسلمين أداوني هنا، أداوني باش داروا داك الدول الصراصير وداك الشيء. داروا الدول الصراصير وأداوني. المسلمين راك عارفين، لا خذوا بهم، ما كنديوش عليهم حيت ما عارفينش. هذاك الدول ديال الصراصير وداك المبيدات أو صنعوهم داك اليهود المغضوب عليهم اللي قتل الناس أيضا. لهذا لا بغيتي دير الدواء ديال داك الصراصير داكشي خصك تخوي المنزل. في امريكا طبعا المسيحيون والعقلاء كيخويو داك المنزل اللي يديروا فيه داك المبيد باش يقتلوا داك الفقر، او وكيعيطوا بالهاتف. كاين شخص مختص وكيتخلص. وامريكا عليها دعم طبعا، واسبانيا عليها دعم مالي طبعا. في المغرب انا كمسيحي في المغرب لم اقبض، لم اربح ولا دولار واحد في المغرب منذ سنة 2017. الآن نحن في شهر 9/1/2023 الرابعة مساء بتوقيت فاس، مدينة فاس. كمسيحي في مدينة فاس لم أربح دولار واحد. تصور دولة كاملة لم أربح فيها دولار. وأعطوني بعض المسيحيين العلاج طبعا، بعض الدواء وكذا وكذا. أسأل الله المسيح ربي أن يباركهم، أن ينورهم، وأن يدخلنا زمرة واحدة إلى الجنة طبعا. واليوم جاء عصفور أي الغراب عندي وقال لي هل أنت بخير؟ قلت له طبعا أنا بخير. فهو يعرف أبناء نوح، حتى العصافير تعرف أبناء نوح. فتكلم معي وقلت الحمد لله أنا بخير. اليوم جمعة، يوم صلب عيسى الله، اليوم الذي صلب فيه المسيح. لهذا نحن نصوم كمسيحيين ونعبد الله فيه. نصوم من وقت الليل إلى الليل، لا لن أكل حتى يأتي الليل إن شاء الله المسيح ربي العظيم. ونستغفر الله المسيح ونتوب إليه. لقد أوجدت هذا الصليب وهو تحويل من حديد إلى ذهب أحمر، طبعا تحويل عبر الكمبيوتر، وهي عملية صعبة جدا لن يقوم بها إلا بارع في الكمبيوتر، أي تحويل صورة إلى صورة. لهذا سأضعها لكم هنا على قناتي إن أردتم تحميلها طبعا كصورة لتعبدوا الله بها وتسبحوه بكرة وأصيلا. طبعا تحية قد تكون نفس تحية نوح،
يعني جمع اليدين، مثل ما يفعل الصينيون وما إلى ذلك المسيحيون في كوريا الجنوبية، فهي تحية الصليب، قد تجمع يدك كما فعل جدي اللاما أي كبير الأنبياء نوح الصين شاولين في المعابد القديمة عندما كان يدرب فنون القتال الدفاعية، ماذا كان كونغ فوتشين أبي قبل المسيح. طبعا من صلب المسيح لن يفلت من العقاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، من صلب الله. ومن قال أن يد الله مغلولة لن يفلت في الدنيا والآخرة، ومعروفون طبعا، قتلوا شيكيفارا وهتلر وقتلوا بن لادن، وقتلوا جميع المؤمنين بالله المسيح، قتلوا جميع الناس، طبعا هم مغضوب عليهم، سلالة مغضوب عليه. حتى أن التيتانيك يقال أن لم تغرق إلا عندما طلع أحد المغضوب عليهم إليها، فطبعا هم ملاعين. والمسلمون طبعا ليس المسلمون، طبعا المسلمون أشخاص ضالون ولا الضالين، أي المسلمين ضالون عن الطريق، لا يعرفون أن القتال هم اليهود المغضوب عليهم من يسببون لنا هذه المشاكل، حتى أنهم لا يعرفون حتى كيف يستعملون المبيدات الحشرية. المبيد شيء يضر مسموم سام لإنجازه والتصوير والض. يا مسلمون الضالين، مذكورة عندكم ولا الضالين، أي المسلمون ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالين هم المسلمون، سبحان الله. فيجب عليكم اكثروا من الصوم، صوم الاثنين والخميس والجمعة. طبعا المسيحية صوم طول، حتى أنه الراهب العابد لله في إيطاليا وغيرها وإسبانيا الهارب، احذر أن تنوي نيتك، فأنت تعتقد أن الراهب شخص يستعمل السيارة ويشتريها ويتزوج، لا، الراهب شخص هارب إلى جبال إسبانيا، يعيش بدون كهرباء بدون ماء، يقاطع العالم ويعبد الله في كنيسته التي بناها بيده، ويعتمد على الصناعة اليدوية والفلاحة. لهذا ستستغرب من عيش شخص في مدينة في جبل في إسبانيا، أو عيش شخص في منزل مهجور أو مدينة مهجورة أو كذا أو كذا، ويهرب من المغضوب عليهم كما هرب تشيكي غيفارا وغيره من الأقوياء الذين عارفوا، بل عمر المختار هرب منهم، عندكم وما إلى ذلك. فهم قتل يتبعونك حتى وإن هربت للجبل يقتلوك. نعم، قتلات المجرمون مغضوب عليهم. المسلمون ضالون لأنهم تائهون، ولا الضالين أي المسلمين المغضوب عليهم هم اليهود. ونستغفر الله رب المسيح يوم الجمعة الذي صلب فيه ونتوب إليه.